اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده يا جماعة معانا كيلو ونص دقيق. هنعمل فطيرتين مشلتتين حكاية. هنا فضيت الدقيق، هنزل عليه بمعلقتين صغيرين ملح، وهنزل عليه بمعلقتين كبار سكر. عايزة تدوبي السكر والملح مع بعض في المية مفيش مشكلة، هتحطيهم زي ما انا حطيتهم كده برضه مفيش مشكلة. قلبتهم كويس جدا، وهنزل بالمية تدريجيا مش هنزل بيها مرة واحدة. هقلب بالمعلقة لغاية ما احس بس ان الدقيق اختفى، وهبتدي اعجن بايديا. العجينة يا جماعة بتاعة الفطير ما بتبقاش ناشفة، بتبقى طرية، فكل ما هتخدميها كويس تاخدي منها عجينة كويسة جدا. اخدميها انت بس كويس وانت هتطلعي معاكي فطير مفيش احلى من كده، ولا تشتريه من الشارع ولا اي حاجة. حاجتك في بيتك نظيفة مفيش احسن من كده. كده ببتدي بقى اعجن بايديا، وكل ما احس ان الدقيق ناشف معايا هنزل بشوية مية حبة حبة. انت ما تحسيش ان العجينة كلها مية، لا افضلي بس عجني فيها هتلاقي المية دي اختفت معاكي. هنا بعد ما عجنتها كويس جدا هنزل عليها بمعلقتين زيت. عادي انزلي بزبدة انزلي، عايزة انزلي بسمنة انزلي. عامة السمنة او الزيت هتديكي للعجينة طراوة، هتبقى طرية معاكي اوي وجميلة اوي. كده انا مريحتهاش، انا المفروض اريحها بس انا كنت مستعجلة عليهم. هقطعهم وهوريكم هقطعهم ازاي. انا هعمل لكم طريقتين للفرد، والطريقتين اسهل من بعض، يعني مفيش اسهل من كده، والاتنين هيدوك نتيجة واحدة. هنا قطعت واحدة كبيرة وواحدة صغيرة، واعرفك ان المقاس ده كبير والمقاس ده صغير. هنا عدلت الكاميرا عشان تاخدوا بالكم انا عملت ايه. هنا هقطع العجين كله، عايزه اقطعه كله صغير هقطعه، عايزه اقطعه متوسط هقطعه. انا هنا قطعته واحده بس كبيره، ونص العجين صغير والباقي عملته كبير. هشكله كويس جدا وهريحه شويه صغيرين. هو المفروض بين كل مره ومره يرتاح على الاقل خالص ربع ساعه، بس انا ما كانش عندي وقت والله. هنا حطيته كله في الطبق ورشت عليه شويه زيت، وهغلفه بالزيت شويه عشان ما يلزقش، وهغطيه هريحه بس حاجات بسيطة عقبال ما احضر المكان اللي انا هعمل فيه. غلفيه بالزيت على قد ما تقدري عشان ما ينشفش منك. بص العجينة لينة معاكي خالص ازاي، عاملة زي الاستيك معاكي. هغطيها واركنها على جنب عقبال ما احضر الحاجة. هنا بقى معايا حتة سمنة بقري ومعايا زبدة، هنزل عليهم بشوية زيت واحطهم على النار بس يفكوا. انا مش هسيحهم، يفكوا بس، يعني مش هقدحهم، انا عايزاهم يفكوا. خلاص كده حطيت الصينية اللي هجهز عليها، حطيت عليها شوية زيت، ومش هحط زيت تاني، هي اول مرة بس. وابتدي بقى افرد العجين معايا. بص العجينه مرتاحه، بس هي لو ارتاحت اكتر من كده كانت هتبقى تحفه. بس الفطير ده كان رايح لناس يا جماعه، فكنت مستعجله عليه عشان عايزه اخلصه. هنا هبتدي افرد بقى. ما تقوليش ان العجينه تخينه، انت بتهيألك ان العجينه تخينه. انت شوف في الاخر حته الرقاقه بتاعتها هتبقى عامله ازاي، رقيقه جدا. هحط السمنه، هوزعها كويس، واطبق العجينه واركنها على جنب، واجيب غيرها هعمل نفس النظام برضو. هفرد العجينه وارش جواها سمنه، واحط العجينه جواها. دي كده اول طريقه، هما طريقتين والطريقتين اسهل من بعض. يعني بص دي سهله ازاي، وبص العجينه ماشيه معاكي ازاي، سهله جدا. وكل ما ترتاح معاكي تقدري تفرديها من غير ما تتقطع. يعني هي هنا كده كانت محتاجه ترتاح والله شويه. هحط السمنه، هوزعها، واحط اللي انا عملتها جواها، وارجع اكرر العمليه دي كذا مره لغايه ما اخلص كل الكميه عندي. اللي انا عايزه بقى تحط جواها 7، تحط جواها 8، براحتك. ده كيلو ونص دقيق عملتهم على فطيرتين، يعني الفطيرة كيلو الا ربع. وما خدش السمنة دي كلها، ولا خدت السمنة دي كلها، ولا خدت الزبدة، يعني فاض معايا كمان سمنة وزبدة. هنا خلاص كده، كل ما هفرد واحدة هرش شوية سمنة وهحط جواها الفطيرة لغاية ما اخلصهم كلهم. دي الطريقة بقى يا جماعة اللي الكل متعود عليها، وهي يعتبر اسهل. يعني كده خلصتها هركنها على جنب عقبال ما اعمل التانية. الطريقة بتاعت التانية بقى حلوة اوي بجد. انتي احساسك ان هي
العجينة تخينة معاكي، لكن العجينة مش تخينة خالص. أنا هنا بافرد العجينة وباركنها على جنب، ولا باطبّقها ولا أي حاجة، يا دوبك أرُش عليها سمنة وأركنها في صينية، أركنها في حاجة واسعة. أهو هافرد وهارُش سمنة وهاحطها فوقيها. أهو هافرش كده بالمنظر دوّة أهوّة، وهاحط دي فوق دي. ده اللي أنا وريتها لكم في الأول لمّا قُلت لكم أنا قطّعت واحدة كبيرة وواحدة صغيرة. دُولة كلّهم أنا قطّعتهم صغيّرين، ما فيش إلا واحدة بس كبيرة بس هي اللي هاقفّل بيها العجين. متهيأ لي دي أسهل طريقة للي ما عندوش مكان، يعني المكان عنده ضيّق. مش كل الناس بيبقى عندهم رخامة يعني. أهو هافرد كده وهارُش السمنة أهوّة، هارُش السمنة بين كل راق وراق لازم ترُشّي سمنة. وسهل إن أنتِ تفردي بإيديكِ أوي، يعني حاجة سهلة جدًا. العجينة بتتفرد معاكِ طول ما أنتِ العجينة بترتاح كويس، اعرفي إن هي تتفرد معاكِ وهتريحِك أوي في الفرد والّا إيه، في الفرد. آه، أخلّص بقى كل الكمية بالمنظر دوّة. بُصّوا سهلة معايا إزاي، سهلة أوي والله. أنا بابعت شكر يا جماعة لكل الناس الجديدة اللي دخلت عندي، بجد، بجد ألف، ألف، ألف شكر. ربنا كده يا رب يديمكم نعمة كده في حياتي. أنا بابقى مبسوطة أوي لمّا باقوم الصبح ألاقي في ناس جديدة دخلت، بجد بابقى مبسوطة أوي. دي حاجة بتفرحني يعني. قربت أخش على ال3000 بقى يعني. يلا بقى يعني كده ساعدوني عشان أكمل ال3000. عقبال يا رب ما أكمل ال300000. أهو كده بقى أنا إيه خلصتهم. هاجيب بقى كده دي أكبر واحدة، هافردها براحتي. بُصّي كل ما هتتطبق معاكِ كل ما هتتفرد. سهلة أوي، هتمسكيها من الأطراف وتشديها هتبُصّي اتفردت معاكِ. كل ما هتمسكي من الأطراف هتبُصّي تلاقيها اتمطّت معاكِ. أهو بُصّوا أنا بالِف الصينية وبافرد، بالِف الصينية وبافرد، بالِف الصينية وبافرد. وبعد كده أروح جايبة بقى كل العجين اللي أنا عملته رشيت سمنة، هاجيب كل العجين اللي أنا عملته حطيته في الصينية وهاحطه جواها، وهاطبّق وهالمّها كورة بقى. كده لمّيها كورة وحطيها في الصينية ترتاح شوية، بس يعني ترتاح مثلًا بتاع 5 دقايق كده ل10 دقايق. أنا هاسيبهم بقى يرتاحوا شوية. بُصّوا الهوا اللي جواهم، كمية الهوا اللي جواهم دي هتخلّي لي الفطير بُصّي منفوخ. هاركنهم بقى شوية عقبال الصينية بتاعتي ما تسخن. عندي الصينية دي كبيرة جدًا، واخدة البوتاجاز كله. تسخن بس، أول ما تسخن هانزل بالفطير، كده هي سخنت نزلت بالفطيرة وبافردها وهي على النار والنار عالية مش النار واطية. لو فردتيها والنار واطية مش هتعرفي تفرديها، خلّي النار عالية وافردي وهي على النار. بعد ما افردها كده هاغطّيها. ليه هتغطّيها؟ هاغطّيها أي سمنة موجودة نزّليها. هاغطّيها عشان البخار اللي هيطلع منها هيسوي لي قلبها. مش عايزة قلبها يبقى ني. هي ممكن تستوي من برّه من الوش ومن الضهر، لكن من جوّه تبقى نيّة. لكن لمّا تغطّيها كده وتكتميها اعرفي إن البخار هيسوي الفطير. وعلى نار هادية، وأنا وريتكم النار هادية إزاي، واقعدي لفّي الصينية شمال ويمين كده. بُصّوا اتنفخت معايا إزاي. بُصّوا ابتدت تاخد لون من تحت أهو. هافضل ألِف كده. كده أنا باشوفها عاملة لون من تحت، خدت لون كلّها والّا لأ. كده كلّها خدت لون أهيّة. هانزّلها على الصينية الكبيرة عشان مش هاعرف أقلبها عشان هي كبيرة جدًا، فمش هتعرفي تقلبيها. يعني لو قلبتيها بمعلقة والّا قلبتيها بحاجة هتتقطّع منِّك. لكن أنتِ نزّليها على الصينية أهوّة، وارجعي رجّعيها على الصينية تاني. اقلبيها كده أيوه، وارجعي حطّيها على الصينية تاني. وافضلي نفس النظام برضه، غطّيها وخلّي النار واطية وامشي واحدة، واحدة.
ويا ريت لو وصلنا لهنا لايك وشير وسبسكرايب. على فكرة هو ده فطير العرايس، الفطيرة بتبقى كبيرة قوي كده، مبتبقاش. بصوا بعرفكم ان هي اتنفخت، بصوا بصوا اتنفخت خالص كده مني. افضل بقى معاها واحدة واحدة كده لغاية ما احس ان هي خدت لون كمان من تحت. انا كنت عليت بس النار حاجات بسيطة بس عشان اخلصها بسرعة، عشان كانوا مستعجلين عليهم. هنزل بقى بالفطيرة التانية وبرضو الصينية سخنة. دي الفطيرة بقى اللي احنا حطيناها طبقات فوق بعضها، الاتنين هيدوني نفس النتيجة. بس انا بعرفكم الاسهل انهي اللي تعجبك تعرفي تعملي بيها اعمليها. بصي مرت الصينية ازاي، بصي الصينية كبيرة جدا مش صغيرة. نزلي بقى السمنة بتاعتك كلها اللي في الصينية، نفس النظام غطيها واحدة واحدة. يا ريت ما تنسوش اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو. دي اللي احنا خلصناها اول واحدة، ومستنية الكومنتات بتاعتكم. بصوا اتنفخت ازاي، بصوا ابتدت تاخد لون من تحت اهو. تهيألي ما فيش احلى من كده. بصوا جميلة جدا والله. هي سخنة انا مش عارفة امسكها، بحاول ان انا اطلع لكم من جوه ورقة عشان مش عاوزة ابهدلهم عشان رايحين للناس. بصوا خفيفة ازاي، بصوا خفيفة قوي. بصوا بصوا التانية، دي اخر واحدة اللي احنا عملناها اللي هي طبقات، دي مدياني نفس النتيجة بالظبط. بصوا والله لما كانوا رايحين للناس لكنت قطعتهم ووريتهم لكم عاملين ازاي. ما تنسونيش في اللايك والشير. باي باي.